لما نشوف مع بعض كده اهوت الزاويه دي يعني فيها كلام كتير قوي. هل هنا اهوت الكره عدت بالكامل؟ يعني انت شايفها دلوقتي بالكامل ولا لا؟ اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لاعب المصري. طبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم، وهنا الحكم اداله انذار. طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا كان اللاعب المصري بيطلب بفاول. نشوف مع بعض كده هتلاقي لاعب الزمالك فعلا بيستخدم اليد مع لاعب المصري، لكن هنا الحكم ما حسبش حاجه في اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. نشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم. طبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول لصالح لاعب الزمالك. شوف مع بعض كده هتلاقي لاعب المصري عامل التحام بالقدم مع لاعب الزمالك، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم، وهنا الحكم ادى اللاعب انذار، وبرضه هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا لعيب الزمالك بيستخدم اليد مع لعيب المصري بدون كره. هنا الحكم راح حذره، وبرضه هنا قرار الحكم قرار سليم، لان هنا استخدام اليد موجود. اي نعم استخدام اليد ما يستاهلش ان اللاعب يقع، يعني هنا كان في تمثيل من لعيب المصري ان هو يقع، لكن تحذير الحكم للاعب الزمالك قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا اللاعب دايس بقدمه على قدم لعيب المصري، وبعد كده عمل التحام بالقدم الثانيه مع لعيب المصري، وطبعا هنا الفاول سليم وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك. هنا يعني اللعبه دي انا مستغرب لها قوي. لعيب المصري اتعور فيها، وهنا اللقطه اتعادت مره واحده ومن زاويه بعيده، لكن هنا الحكم حسب المخالفه وادى لعيب الزمالك انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. نشوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لاعب الزمالك، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا لمسه يد على لعيب المصري. نشوف مع بعض كده هتلاقي الكره فعلا جايه في يد لعيب المصري، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وبرضه هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. نشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم مع لعيب الزمالك. طبعا هنا برضو الالتحام موجود والمخالفه صحيحه. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. نشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لاعب الزمالك، وهنا استخدام اليد موجود، لكن كان لازم الحكم يديله انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا كان لاعب الزمالك بيطلب بضربه جزاء. شوف مع بعض كده اهوت واحده واحده، الزاويه دي هتوضح كل حاجه. بص على قدم لعيب المصري. هنا القدم ثابته مفيهاش اي كلام. لعيب بقى الزمالك هو اللي رايح يعمل معاه التحام زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا هنا اهوت انت اللي بتعمل الالتحام وانت اللي بتعمل تمثيل عشان تاخد ضربه الجزاء، ما دخلتش على الحكم واداله انذار. طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. نشوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وفي دفعه مع لعيب المصري، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها. الحاله دي برضو مهمه جدا. يعني هنا هتلاقي لعيب الزمالك بيستخدم الكوع مع لعيب المصري في وشه زي ما احنا مش شايفين مع بعض. ادي مخالفه. الطبيعي الحكم يحسب فاول في المخالفه ديت. لو بصينا عليها هي قبل استخدام اليد هتلاقي لعيب الزمالك داخل بركبته في جنب لعيب المصري. يعني هنا مخالفه، لو هو ما شافش دي هيشوف الكوع، لكن الحكم لا شاف دي ولا شاف دي وما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. طبعا برضو قرار غريب جدا من الحكم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا لمسه يد على لعيب المصري. نشوف مع بعض كده هتلاقي الكره جايه في اليد، وطبعا هنا الحكم حسبها وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق نادي الزمالك. اول حاجه هنا لعيب المصري اليد مفروده، فلو الكره جت في اليد خلاص يبقى ضربه الجزاء صحيحه 100%. هنا طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض الكره اتعادت من كل الزوايا، باينه ان هي لمست في اليد. يعني هنا لمست اليد غيرت اتجاهها او ما غيرتش اتجاهها، طالما لمست اليد يبقى ضربه الجزاء صحيحه. نروح بقى لاهم لقطه اللي هيبقى فيها كلام كتير قوي. هل الكوره عدت خط المرمى ولا ما عدتش؟ لما نشوف مع بعض كده اهوت الزاويه دي
يعني فيها كلام كتير قوي. هل هنا هو الكرة عدت بالكامل؟ يعني انت شايفها دلوقتي بالكامل ولا لا؟ لان برضو هنا هو لما نشوفها مع بعض هنا اهو هتلاقي يعني مفيش اي زاويه توضح ان الكرة عدت بالكامل. الزاويه دي اقرب زاويه هتبان ان هنا في جزء بسيط جدا من الكرة على خط المرمى. انا بقول لك جزء بسيط جدا، لان احنا هنا اهو لما تشوفها هتلاقي برضو الكرة مش باينه بالكامل. فطبعا هنا مفيش هدف، لان كلنا عارفين خلاص ان لازم الكرة تعدي بالكامل. هل انت شايف ان الكرة هنا اهو شايفها بالكامل؟ طبعا يعني خلاص يعني الكل شافها ان الكرة ما عدتش بالكامل. حتى ايه من الزاوية ديت باين جزء بسيط قوي من خط المرمى واصل للكرة. انا بقول لك جزء بسيط قوي. فطبعا هنا الفار اكد على اللعبة واكد على قرار حكم الراية ان الكرة ما عدتش.